توجه ممثلون عن رابطة إيغور تركستان الشرقية إلى أنقرة للقاء زعيم حزب التحالف الكبير السيد مصطفى، ومواصلة النقاش حول الجرائم المعادية للبشرية التي ارتكبتها الحكومة الصينية في تركستان الشرقية ضد الإيغور، ومشاكل التعليم المختلفة التي يواجهها الإيغور، وتصاريح الإقامة للإيغور المقيمين في تركيا. رفعت قضية الإيغور في تركستان الشرقية إلى برلمان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسيناقش البرلمان بشكل أساسي قضية ملايين الإيغور المحتجزين في معسكرات ما يسمى مراكز التأهيل والتعليم الثقافي، بالإضافة إلى الاضطهاد والمضايقات الناجمة عن سياسة الاستبداد التي تتبعها الحكومة الصينية. خلافات بين الأحزاب الشيعية التي فازت في الانتخابات العراقية تؤخر تشكيل حكومة جديدة. وبعد الانتخابات العراقية في 12 من مايو أجل العراق تشكيل الحكومة بانتخاب مرشحين رشحهم رئيس الوزراء في المجموعة الشيعية بسبب خلافات في الحكومة وبسبب نتائج الانتخابات. قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها توصلت إلى استنتاج أن موسكو استخدمت مادة الأعصاب نوفيتشوك في محاولة تسميم العميل البريطاني سيرجي سكريبال وابنته. ضرب زلزال هائل منتجع لومبوك الإندونيسي، وارتفع عدد القتلى إلى 347 شخصاً وأكثر من 1440 جريحاً، وأدى إلى تشريد أكثر من 150 ألف شخص. وتقدر الحكومة الإندونيسية أن 80% من المنازل في منطقة الزلزال قد دمرت، بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص ينتظرون المساعدة. وقد تخوف السكان من وقوع تسونامي، مما جعلهم يهربون إلى الجبال حفاظا على أرواحهم، وأدى تعطل حركة المرور إلى صعوبة في وصول عمال الإنقاذ إلى منطقة الزلزال.